باب القلوب له افتحوا. أفضل الشهداء عند الله عز وجل كما ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، قال: الذين يقاتلون في الصفوف الأول فلا يلفتون وجوههم حتى يقتلوا. تخيل، متقدمين لا يلتفتون حتى يقتلوا في سبيل الله وتهراق دماؤهم في سبيل الله عز وجل. قال: أولئك يتلبطون في الجنة في الغرف العلا. الله أكبر. يضحك الله عز وجل إليهم، وإذا ضحك الله عز وجل لقوم فلا حساب عليهم. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. في معركة أحد سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن صحابي جليل، سعد بن الربيع الأنصاري. سأل النبي عنه في القتلى، قال: أين سعد بن الربيع؟ إذا رأيتموه، لأن الصحابة يحتضرون يموتون، فأقرئوه مني السلام وسلوا عنه. فإذا بالصحابة يبحثون عن سعد بن الربيع فوجدوه يحتضر، الآن دمه ينزف، سيبعث هكذا عند الله يوم القيامة. فلما رآه الصحابة قالوا له: يا سعد، إن رسول الله يقرئك السلام ويسألك كيف تجدك، كيف أنت؟ فقال سعد بن الربيع: أبلغوا رسول الله مني السلام وقولوا له إني أجد الآن رائحة الجنة. الله أكبر. رأى مقعده من الجنة، بل شم رائحة الجنة. ثم قال سعد بن الربيع: ثم اذهب إلى قومي الأنصار وقل لهم: لا خير فيكم، لا خير فيكم إن يخلص إلى رسول الله وفيكم عين تطرف. ثم خرجت روحه إلى بارئها. ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. من أعظم الكرامات والفضائل الشهادة في سبيل الله. الجهاد فيه غبار، ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم. هذا الغبار الذي يصيب المجاهدين في سبيل الله لا يجمعه الله عز وجل عليهم ودخان جهنم، بل مغبرة قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار. إذا اغبرت القدمان في سبيل الله فقد حرمهم الله عز وجل على النار. إنها أعظم التجارات. يوم من الأيام النبي يقول للصحابة: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فإذا بعمير بن الحمام، رجل من أصحاب النبي، يقول: ما بيني وبين أن أدخل الجنة يا رسول الله؟ قال: إلا أن تقاتل فتقتل فتموت. قال الصحابي: بخ بخ. قال النبي: ما حملك على قولك بخ بخ؟ قال: أرجو أن أكون من أهل الجنة. قال: فإنك من أهل الجنة، تجاهد في سبيل الله، تريد أن تقاتل في سبيل الله؟ قال: فإنك من أهل الجنة. وبيده تمرات فرماها. قال: إنها لحياة طويلة، حياة طويلة حتى آكل هذه التمرات. فقاتل حتى قتل. أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحد الصحابة يخاطب أحد المرتدين، فلما جاء إليه يبلغه دين الله عز وجل ويحرم عليه ما يصنع، هذا رسول الله، جاءه أحد المشركين من خلفه برمح فطعنه غدرا فخرج الرمح من صدره، فوضع يده على الدم ومسح بالدم وجهه، ثم قال: الله أكبر، فزت ورب الكعبة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. من قاتل في سبيل الله فواق ناقة. شفتوا الناقة تحلب، ثم بعد ساعة أو ساعتين أو فترة من الزمن تحلب مرة أخرى، أو ربما زمن يسير. هذا الزمن اليسير يسمى فواق ناقة. من قاتل هذا الزمن اليسير بهذه المدة فقد وجبت له الجنة، جنة عرضها السماوات والأرض. من قاتل فجرا أو عصرا لغدوة في سبيل الله، أو روحة
قال عليه الصلاة والسلام: خير من الدنيا وما فيها، خير مما طلعت عليه الشمس. من أفضل من الشهداء في سبيل الله؟ أعظم تجارة. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. الشهادة نية صادقة يطلبها الإنسان فيبلغه الله عز وجل تلك المرتبة العظيمة في الدين. هذا رجل من الصحابة أسلم فقاتل مع النبي، فغنم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم كثيرة، وجيء لهذا الصحابي بغنيمته، فتعجب الصحابي قال: ما هذا؟ قالوا: هذا قسمك، هذه غنيمتك. وجعل رزق النبي تحت ظل سيفه، ظل رمحه، فقال: هذا قسمك. فقال الصحابي: قال: يا رسول الله ما على هذا تبعتك، أنا ما آمنت وقاتلت من أجل هذا مع أنه حلال. قال: إنما تبعتك على أن أضرب من ها هنا فيخرج من ها هنا فأدخل الجنة. وإذا بالصحابي حصل له ما أراد. دارت معركة أخرى، دخل في المعركة، قاتل الصحابي، فجاءه رمح في نفس المكان الذي أشار إليه، وخرج من نفس المكان، فلما رآه النبي قال: صدق الله فصدقه الله، صدق الله فصدقه الله، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. في كرامة، في نعيم، بل يبعثون عند الله، يكونون في الجنان على بارقة عند نهر من أنهار الجنة، تطير بهم الطيور الخضر حيث شاءوا. أنس بن النضر صحابي جليل كان يقاتل مع الصحابة في غزوة أحد، وهو يقاتل في سبيل الله، وانتشر الخبر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قتل، فإذا بهمم بعض الصحابة ضعفت لأن حبيبهم قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا بالقوة خارت عند البعض. جلس سعد بن معاذ مغموما على رسول الله، فرآه أنس قال: يا سعد ما الذي يجلسك؟ قال: مات رسول الله. قال: فلنمت على ما مات عليه. مات الرسول؟ ما أحلاها من ميتة نموت على ما مات عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال: يا سعد أترى أحد؟ إني أشم رائحة الجنة دون أحد، إني أجد رائحة الجنة دون أحد، أقرب من أحد. ثم دخل يقاتل وهو يقول: إني أجد رائحة الجنة، ويضرب ويرمى ويطعن أكثر من 80 ضربة في جسمه حتى قتل وخر صريعا. فأنزل الله: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. دماؤهم الزكية الطاهرة روت الأرض. ليس هناك أعظم ولا أجل ولا أجمل أن يضحي الإنسان بنفسه في سبيل الله عز وجل. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، يبيع نفسه لله، والله رؤوف بالعباد. فليسأل كل منا تلك المرتبة العالية، فإن لم يغزو فليحدث نفسه بالغزو. ومن سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. باب القلوب له افتحوا، باب القلوب له افتحوا، باب القلوب